بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم طبعا بعد رمضان وكده. هنرجع تاني نعمل الويبينار الأسبوعي ده إن شاء الله. والنهاردة هنتكلم عن الأسئلة بتاعت البي ام بي. احنا زي ما أنت عارف الأسئلة كنا احنا دايما في خلال الكورس بناخدها باللغة الإنجليزية. وبعدين في ناس كتير عايزين ياخدوا الامتحان بالعربي. والأول كان عندي تحفظ على إن الامتحان يكون بالعربي عشان خاطر يعني شوية مشاكل في الترجمة أو كومنتات جت من الناس اللي خدوا الامتحان. آه، أوكي. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ كل سنة وأنتم طيبين. يا رب تكونوا بخير. كنا إحنا وقفنا شوية كده قبل رمضان أو في وقت رمضان وبتاع، عشان الوقت يعني كان ضيق شوية، فهنرجع نكمل تاني إن شاء الله. كل يوم اتنين هنعمل محاضرة هنتكلم فيها عن حاجة في المانجمنت أو نحل أسئلة أو نراجع. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي نشوف شكل اسئله البي ام بي بالعربي. يمكن الاول كان عندي تحفظ شويه. بلاش ناخد الامتحان بالعربي عشان خاطر شويه بقى المصطلحات والترجمه وكده، ولكن الامور هم بداوا يحسنوا شويه في الترجمه بتاعت البي ام بي، وبداوا يحطوا المصطلحات سهله، وكمان عندك اوبشن تقلب انجليزي وقت ما تحب يعني. فاهم؟ فهنبتدي كده ندخل سنه سنه ونشوف شكل الاسئله العربي بيجي ازاي. بحيث ان انت لو حابب بقى تروح للعربي يبقى الخبرة مفتوحة معاك يعني. طيب، يلا بينا. نبدأ، وهناخد يعني أسئلة مش كتيرة النهاردة. عشان وقت المحاضرة برضو مش حابب يبقى الوقت طويل عشان ما تزهقوش. فيلا بينا ناخد بعض الأسئلة كده وهنتناقش فيها طبعا. فاكرين احنا كنا قلنا كده في محاضرة قبل كده. ايه المهم في انك تشوفه في الاسئله. يعني اسئله البي ام بي مش هدفها ان انت تفهمها قوي وتحلل كل حاجه وكده، لا، انت هدفك ان انت تلقط السؤال عشان تجاوب، عشان اللي بعده. فاهم؟ فده الهدف. فتعالى كده افكرك سريعا قبل ما نروح للاسئله. كنت بقول لك انت عشان تجاوب اي سؤال في البي ام بي بشكل سهل جدا وانت مغمض عينيك، انت محتاج حاجتين. اول حاجه تعرف اصلا السؤال عايز يقول لك ايه، يعني هم قصدهم ايه لما حطوا السؤال. فاهم؟ وانا قلت لك قبل كده ان انا مثلا جاي عندك البيت، وبعدين ايه، انا محرج اقول لك يا سيدي ان انا عايز حاجه اشربها، فبقول لك ده انا الجو حر جدا مثلا. فاهم؟ فانت لما تقرا السؤال وتشوف كلمه الجو حر جدا دي تترجم عندك انت ان هو عايز يشرب يعني. فاهم؟ كل اسئله البي. فالتركه بتاعت الاسئله بتاعت البي ام بي ان انت تعرف اصلا السؤال في الاربع خمس سطور هو عايز يقول لك ايه ورا الكلام ده. رقم واحد. ده 50% من الإجابة. لو أنت عرفت التركة دي، هو عايز يقول إيه في الواقع، أنت كده عرفت 50% من إجابة السؤال. 50% التانية من إجابة السؤال إن أنت تنزل للإجابات بقى وتفضل تحلل كل إجابة وتشوف معاك أو مش معاك عشان تقدر تجاوب بناء على الفهم ده. طبعا الكلام ده يمشي عربي ويمشي إنجليزي يعني في الحالتين. طيب تعالى نبدأ كده نشوف سؤال من الأسئلة ونناقشها مع بعض. أول سؤال. بص بقى يا سيدي. طبعا عشان الوقت ونحاول نحل أكبر قدر، والمحاضرة مسجلة يعني هيبقى معاك نسخة منها. خليني إيه، أقرأ لك أنا السؤال. بيقول لك سارة تدير. طبعا أنت ممكن في الامتحان ما تلاقيش سارة، يعني تلاقي بقى إيه، مارك، أندريا، هم هيسموا بقى أسامي عندهم يعني. طيب يقول لك سارة تدير فريق متعدد التخصصات في مشروع لإطلاق منتج جديد. جميل. يتكون الفريق من أعضاء ذوي خلفيات ثقافية مختلفة ومجالات خبرة متنوعة. لاحظت سارة أن هناك بعض الخلافات تنشأ بسبب اختلاف أساليب التواصل وطريقة التفكير بين الأعضاء. كيف يمكنها التعامل مع هذا الموقف لضمان عمل الفريق بفعالية؟ طبعا أنت لو أنت مش متعود على العربي
فتحتاج بقى حد يترجم لك العربي. ماشي. لحد ما تتعود، يعني لحد ما تتعود. وانا بالنسبه لي، انا طبعا كمحمد انا احب انك تذاكر بالانجليزي عشان المصطلحات في شغلك تعرف تقولها بالعربي والانجليزي يعني. او الناس هتلاقيهم بيقولوا انجليزي فانت تقولها انجليزي. لكن خلاص، انت عايز هدفي في الاول والاخر انجح في البي ام بي، خده بقى باي لغه ان شاء الله تكون فيومي بس تنجح، فاهم؟ عشان كده هنحاول نجرب العربي مع بعض. ايه اللي عايز يقوله لك؟ ايه التركه بتاعت السؤال؟ التركه بتاعت السؤال ببساطه جدا، هي ساره شغاله مع ناس مختلفين في طريقه التفكير بس. ده السؤال. تعمل ايه عشان تجيب الناس دي؟ خلاص. قسمهم بقى لمجموعات اصغر بناء على الخلفيات. يعني كل خلفيه لوحدها عشان ما يتخانقوش مع بعض. اعمل انشطه منتظمه، ريجولار يعني، عشان تخليهم تسلط الضوء على مش عارف ايه، تسلط الضوء على التنوع يعني. ويبقى داعم للموضوع. فرض اسلوب تواصل موحد، هو هنشتغل كده. ولا تجاهل الفروق؟ طبعا. السؤال هو عايز يقول لي ايه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، ازاي اتعامل مع مع السؤال؟ يعني خلاص، انا لما يكون عندي ناس مختلفين في الاراء احاول اجيبهم اقربهم، ده دوري كمدير مشروع، صح؟ وبالتالي طبعا ايه، برافو، زي ما انتوا قايلين في الاجابه، اشتغلت اهو. الاجابه بي طبعا، او ب يعني. ايه؟ انك تعمل انشطه منتظمه، ده دور مدير المشروع، فاهم؟ وبالتالي طبعا انا بيند الاسئله بقى شويه، خليني اسطب الدنيا يعني. انا هدف السؤال مش هو السؤال وخلاص، لا. مدير المشروع دوره يوحد الناس ويجمعهم، صح؟ لا بقى يمشي بدماغه، ولا يحط نظام موحد، ولا يتجاهل الفروق. كل ده مش اللي البي ام بي عايزه، فاهم؟ ولا اي نظام اداره يعني. هو انت دورك اصلا توحد الناس. حلو أوي. طبعا الاجابه ب، وبرافو يعني. تعال نشوف سؤال تاني. عمار يقود فريق في مشروع تطوير تطبيق برمجي جديد، طبعا ده اجايل يعني، ماشي. وهو لاحظ ان كل عضو في فريقه يمتلك مهارات ونقاط قوه. بالاضافه لكده، يواجه الفريق تحديات تتعلق بالتنسيق بين الاعضاء. احنا بنحاول نفهم المشكله فين، ماشي، وضمان استغلال هذه المهارات بشكل فعال من أجل تحقيق النجاح في المشروع. برضو هو بيبل، السؤال الأولاني كان بيبل والسؤال الثاني بيبل. لتحقيق أقصى استفادة من التنوع في مهارات الفريق وزيادة الإنتاج، عليه إن هو ياخد بعض القرارات المهمة. يعمل إيه؟ خلاص، يبقى السؤال فين؟ السؤال الحقيقي فين؟ برضو ناس عندهم هم شطار، بس إيه، كل واحد في سكة يعني، عنده مهارة معينة. يوحد الكلام ده ازاي؟ توزيع المهام بشكل عشوائي، خلاص ما تكملش. مش بي ام بي، صح؟ طيب، تركيز على إنهاء المشروع في أقرب وقت. ممكن عن طريق إسناد المهام بناء على مدى توافر الأعضاء في اللحظة الحالية، دون مراعاة. برضو أنت هتلاقي ممكن الأسئلة لو هي عايز يصعبها، مش هيقول لك بقى دون مراعاة وبتاع، هيجيبها لك غامضة يعني. بس هو طبعا برضو لا، مش يهمني إن أنا أقفل المشروع وخلاص. لان مدير المشروع بيبني الناس، بيعلم الناس للمشروع ده وللي جاي، فاهم؟ ده الكونسبت. تنظيم المهام بناء على نقاط قوه في كل فريق، اللي هو يعني كانه بيعمل سوات اناليسيز، صح؟ ايوه، ده اللي احنا قلناه. ومنحهم الصلاحيات اللازمه، مش عارف ايه، ايوه دي احسنهم. برضو خلي بالك طبعا، ده لحد من مشاركه اصحاب المصلحه، لا برضو ما يخليهمش يشاركوا يعني، غلط. فجيم طبعا هي ايه احسن اجابه. حلو. بص بقى الحتة المهمة دي، السؤال نفسه ممكن يبقى السؤال الأولاني رأس السؤال هو لكن التركة مختلفة يعني. ممكن استخدم أنا نفس السؤال هو في الآخر هو. بس أنا مش هركز على كل مهارة ومش مهارة. أنا هقول، ها، بما إن المشروع تطبيق برمجي جديد، المفروض اتبع انهي اسلوب. خلاص، ده بقى سؤال تاني خالص. مش بيبول، ده بقى بروسيس، صح؟ والاجابه بقى مش تنظيم ومش مهارات والكلام ده، لا، ده الاجابه هتبقى بروسيس. يقول لك اختار اجايل ابروتش عشان مش عارف ايه، او اختار اتريتيف، او اختار انكريمنتال بقى. فاهم اقصد ايه؟ فيهمني امسك السؤال عايز ايه. هو عايز يختبرني كواحد مدير مشروع محترف في انهي حته، دي التركه. خلاص.
اوكي. طبعا. لو حد عنده حاجة يتكلم قولوا لي، يعني برضو خلينا نتناقش، بحيث اتأكد ان اقصى استفادة موجودة يعني. طيب، تعال نشوف سؤال تالت. انا طبعا مشرفانا اسماء عيسى. لو انا يعني، لو اسماء اللي انا عارفها طبعا بي بي سيرتيفايد من سنة 2019 تقريبا. فشرفانا يعني يا اسماء. مين آه، أكتر يا باشمهندس؟ 2017 بقى. 2019 والله. بص على حظك، السؤال الاسماء اهو، شفتي بقى. ماشي. تمام. طيب، اسماء تدير مشروع يتضمن تنفيذ تكنولوجيا جديده، برضو انوفيتيف، فبرضو هنروح للاشهر. لا يعرفها الفريق ولا اصحاب المصلحه، اللي هم مين اصحاب المصلحه؟ اللي هم الستيك هولدرز. صح كده؟ لضمان نجاح المشروع، من الضروري ان يكون الجميع مدرب بشكل كافي على التكنولوجيا الجديده، نظرا لان منحنى التعلم يختلف من حد لحد. جميل. يجب طبعا. انا انا طبعا اسئله بحولها عربي. كان الاسم بتاعها سمانثا، اسم غريب ده. فانا حاولتها فوق ونسيت احولها تحت. ماشي. خلينا نمشيها نفس يجب على اسماء ان تخطط بعنايه لكيفيه تلبيه احتياجات التدريب. يبقى انا هنا السؤال واضح برضو. هو واضح الاسئله كلها بيبول النهارده. يعني انا جايب اسئله عشوائيه بس واضح ان هي بيبول. هي عايزه ايه تعمل ايه مع التيم، لان المشروع جديد واللي ما يعرفوش حاجه عن المشروع، التريننج والكفاءه. لتلبية احتياجات الفريق. طيب، وبيقول لك كيف يجب عليها أن تتصرف لضمان أن جميع الأطراف مستعدة ومطلعة بما فيه كفاية. أنتوا بتجاوبوا أهو جيم. ماشي. أول حاجة، الافتراض أن أعضاء الفريق هياخدوا المبادرة. إن شاء الله أنت وأنت نايم بالليل قبل ما تنام، إن شاء الله هم أكيد دلوقتي بيفكروا ياخدوا كورس بكرة لوحديهم بتاع نفسهم. طبعا بعيد عن القصة. طيب، تقديم جلسة تدريبية واحدة في بداية المشروع. هناخد سيشن نص ساعة ويا ربنا يوفقكم. برضو مش أفضل حاجة. طيب. آه تقديم جلسة احتياجات التدريب الخاصة بكل عضو في الفريق. احتياجات التدريب الخاصة لكل عضو هنا، أنت تعمل تيلر. صح، اتكلمنا احنا على التيلرنج. يعني ما تبقاش انت كأنك مربي، عارف اللي هو انت بتربي، مش بتربيهم يعني بتأدبهم، لا بتكبرهم يعني. فكل واحد بتلمس الحتة بتاعته، او اللي احنا بنسميها جاب اناليسز يعني. وبعدين تقوم عامل الجلسات المنتظمه، عشان التركيز فقط على القاده. برضو ده مش اسلوب مديرين مشاريع. مش اسلوب مدير مشاريع. انت كمدير مشروع المفروض ان انت آه، تجيبها من تحت يعني، تدرب الناس. طبعا ايه الاجابه؟ هي جيم. كان في مدرسه كده زمان واحنا بنذاكر، كان يقول لك ايه عشان تجاوب اسئله صح جاوب اكبر، اختار اكبر اجابه دايما. طبعا مش دايما يعني. مش قاعدة يعني. تلجأ لها امتى؟ لو انت خلاص ما قدامكش الا خلاص لابس في الحيط وانت في الامتحان وما عندكش وقت. خلاص امشي بالنظام ده. ماشي. طيب، تعال نشوف سؤال تاني. انا بحاول احنا هنثبت المواعيد، وفي نفس الوقت بحاول تبقى ايه قاعدة كده حلوة تستفيد بيها جدا في وقت قليل، فيحصل لك كده يعني. عارف ده الهدف من المحاضرات دي. ولو عرفنا نظبطها نحط يوم تاني يبقى كويس، بس يبقى حاجات كده قصيرة يعني. طيب. يلا بينا. أحمد بيبدأ مشروع جديد. أحمد بيبدأ مشروع جديد ويتعين عليه فراق بناء فريق من الصفر. طبعا لو أنت مش متعود على العربي هتتعب شوية أصلا. ماشي. فإحنا لا متعودين على عربي ولا إنجليزي، بس يعني إيه أهو. المشكلة كمان في العربي، خلي بالك المصطلحات. فأنت هتلاقي على ناصرجي في ملف كنت أنا رفعته في العربي والإنجليزي المصطلحات كلها. ناصرجي فري ماتيريال، ناصرجي دوت كوم، بعد كده فري ماتيريال هتلاقي ملف اسمه مصطلحات البيم، العربي والإنجليزي. خلاص. طيب.
آه بالإضافة لكده بيقول لك إيه بقى؟ يجب على يجب عليه ضمان هو بادئ من الصفر. وهو عايز يبقى يضمن توافر جميع الموارد اللازمة لضمان نجاح المشروع، نظرا لأن بناء الفريق وتوفير الموارد هما عاملين حاسمين لنجاح المشروع. عليه أن يتخذ خطوات مدروسة بعناية لضمان تحقيق ذلك. شايف كل أسئلة سيتويشنز، يعني أنت إيه؟ الفريق تدربه ازاي، تهشتكه ازاي، تطبطب عليه ازاي، يعني كلها في الإطار ده. ما هي الإجراءات التي يجب أن يتبعها أحمد لضمان أن كل شيء سيكون في مكانه من أجل بدء المشروع؟ تعمل إيه؟ التركة افهم السؤال خلاص، يبقى أنا عرفت إن أنت عايز إيه، تحط كل واحد في مكانه. لأن الفريق بيبني جديد، وبناء عليه يختار أحسن إجابة ممكنة. ممكن تلاقي إجابات صح أكتر من إجابة، اختار الأحسن. توظيف أكبر عدد ممكن، هتخبط في البادجت صح كده، مش كويس. هو عايز يعمل كراشنج، والكراشنج مش دايما كويس يعني زي ما أنت عارف. آه تحديد المهارات والأدوار المطلوبة، حلوة دي. يبقى أنا عشان أعين الناس لازم أعرف أنا محتاج إيه، which إن هي لوجيك يعني. تشكيل فريق من اي افراد متاحين، انت جيب ميكروباص وحمل اي حد متاح، مش كويس. التركيز فقط على المهارات التقنيه. طبعا انا جايب اسئله نوعا ما برضو، يعني اسئله مش اصعب حاجه، لكن مش عايز اديك خبطتين في الراس، يعني مش عايز اجيب لك اسئله. ده مستوى البي ام بي، ولكن المستوى البي ام بي برضو في ليفل، يعني في فرايتي. فبحاول اجيب لك حاجات نوعا ما سهله، بحيث يبقى احنا بس بنركز انك تشوف اسئله عربي. شفت اسئله عربي وحليت، فاهم؟ التركيز فقط على المهارات التقنية وتجاهل المهارات الناعمة طبعا مش صح. هو بناء عليه طبعا إيه، زي ما أنتوا عملتوا طبعا إجابة ب. آه اللي خلاني تشجع، أنا لو كنت ضد العربي، لأن أنت هتروح في الشغل. أنت هتروح في الشغل هتلاقي الناس بيتكلموا إنجليزي ومش عارف مصطلحات وكده، يعني فاهم. لكن كذا حد دخل عربي ونجح وكان بيقول الدنيا كويسة، وفي ناس بيقولوا الدنيا لسه صعبة، يعني بتختلف. فعشان كده يمكن ده شجعني شوية أحط قدامك العربي ولعل وعسى يبقى أنت إيه شفت يعني. فادي بيقول أنا دخلت الامتحان عربي، ما نفعش الإنجليزي أحسن لأن الماتيريال والأسئلة إنجليزي، وده حقيقي. عشان كده بحاول أجيب عربي دلوقتي، يعني يعني لأن هو في حد يقول لك أنا يا عم مش عايز إنجليزي، أنا مش بحب إنجليزي، أنا عندي مشكلة مع الإنجليزي مثلا. فخلاص بنحاول نقدمه عربي. آه... معلش يا هندسه، هو بيقول لحضرتك ان هو دخلوا عربي فما نفعش يعني العربي ما نجحش، فهو ده هيخش المره الجايه انجليزي. ده كلام فادي، انا ما بقولش يعني ان العربي وحش. هيدخل تاني، بالتوفيق يا باشمهندس فادي، بالتوفيق. طيب ماشي. هو فعلا يا باشمهندس، ده حاولت ان انا فعلا دخلته عربي، بس فعلا الكلام بالعربي الدنيا تختلف تماما. يعني انا عشان الاسئله اتعودت عليها انجليزي. على فكره كنت بستعمل في زرار ترجمه اصلا كمان اللي هو اللغه الانجليزيه، ان هو ايوه، بيتبين شاشه تانية للانجليش بس. وفعلا في اسئله جت متكرره، حتى جت لي المساله بالظبط نفس الارقام بالحرف. اللي انت شفتها فين؟ في ماتيريال الاكزامز كان بالظبط، كانت مساله كانت عن اللي هو التيب سي اي ديت اللي هو ايه. TCBI. سي بي اي وجاب لي، كان كل الارقام جابها لي ده في لغايه اللي هو 2000. الفري اكزامز اللي على الموقع بتاعنا. اه كويس. مم. طب ما حلتش ليه يا باشمهندس فادي يعني؟ صدقني يا باشمهندس حليت، بس الاسئله فعلا العربي الماتيريال الدنيا تختلف في كلمات كتيره في العربي، مش زي ما الناس فاكره قوي. يعني برضو في حاجات ترجمه العربي فيها في المصطلحات بتاعتنا رخمه شويه. ايوه. يعني ده اكتشفته، وللاسف يعني ده ما اتاثرت بسبب الحوار دوت. ولا تاثر ولا حاجه ليه؟ لا طب انت البلان فين دلوقتي؟ طب ما اقول لك ايه، ابعت لي على الواتساب يا باشمهندس فادي بعد اذنك.
ماشي اوكي. انا البلان بتاعتي ان انا هخش الامتحان مره تانية انجليزي. وده فعلا، وحددت ميعاد بناء على التعديل ده. بدات فعلا ان انا اركز على الانجليش، ان انا المصطلحات اللي هي مثلا بالنسبه لي لما اي كلمه تقع مني بلقطها عن طريق ان انا الجوجل ترانسليت، انقل الكلمه واترجم. ده هو فين؟ بيبقى في كلمه تقع مني بس مع مرور الوقت مع الاسئله مع التكرار لقيت الدنيا بقت تبقى احسن شويه. مظبوط. طب خلاص، ابعت لي بس نتابع مع بعض الكام يوم الجايين دول. اوكي يا باشمهندس. ماشي، توفيق يا رب ان شاء الله. شكرا لحضرتك. طيب اوكي، تعال نشوف لو معانا سؤال تاني ولا لا. اظن ده اخر سؤال. تعال نبص عليه مع بعض. آه، عمار مكلف. هو بص، هو اللي هيعرف يشتغل عربي كويس هو. انت عارف الشركات برضو انواع. في شركات هي شغاله عربي ومراسلات عربي وكل حاجه عربي، فاللغه هتبقى واخد مع صعوبه المصطلحات، برضو المصطلحات يعني. لو جمله زي ما كنا بنقول اجايل ولا ووتر فول ولا تشارتر ولا كده، هو مش عارف ترجمه كويس عربي فهيقابله مشكله. لكن صياغ الكلام وسهولته، اللي واخد على العربي هيتعود اكتر من الانجليزي يعني. طيب، عمار مكلف بإدارة مشروع معقد يتطلب تنسيقا وثيقا مع مورد خارجي، فيندور يعني. تمام. مما يستلزم مفاوضات دقيقة لضمان نجاح التعاون. يواجه عمار تحديا في تحديد توازن بين سرعة التنفيذ وخفض التكاليف وضمان الجودة، كونسترين يعني. مما يجعل قرارات تفاوضية ذات تأثير كبير. يبقى هنا السؤال على التفاوض، صح؟ السؤال على التفاوض أهو واضح. قبول الفوري لشروط المورد، ده كفتة ده. طيب، تطوير استراتيجية تفاوض مدروسة تتماشى مع أهداف المشروع، حلو. تركيز حصري على تقليل النفقات بس، غلط، لأن هو قايل لي عايز يضمن التوازن. يعمل المفاوضات بشكل رسمي دون إشراك الفريق، ليه؟ إجابة مشمومة شوية، مش صح. يبقى طبعا هنا أفضلها إيه؟ أيوه زي ما أنتوا قايلين كده، ب. تمام؟ طبعا الواضح يعني إن الأسئلة دي في 4 اختيارات، 3 منهم غلط. يعني نوع يعني واضح يعني. ممكن في الامتحان يجيب لك 2 قريبين، فاهم؟ لكن برضه ستيل هتقدر تجاوب صح يعني، فاهم؟ طيب. اظن كده. تعالى في سؤال تاني. خلاص، تعالى ناخد اخر سؤال. ليندا مسؤولة عن إدارة. ما غيرتهاش بقى، ليندا دي سبتها. ليندا ما سبتها زي ما هي. ليندا مسؤولة عن إدارة مشروع يعمل في أعضاء الفريق من مناطق مختلفة ومناطق زمنية مختلفة، يعني حد من الشرق وحد من الغرب. والتواصل والتفاعل بين الأعضاء في تحدي صعب يعني. هي لاحظت إن الفريق بيعاني من ضعف التفاعل وصعوبة في التنسيق، مما يؤثر على إنتاجية المشروع وأداء الفريق. إيه الإجراء الأنسب عشان بس يبقى لو فريق شغال ريموت تشغلوا مع بعض إزاي؟ ده السؤال. تنظيم أنشطة افتراضية اللي هي ريموت أكتيفيتيز يعني أونلاين وكده، لبناء الفريق والتعاون مش عارف الرقمي لتعزيز مش عارف إيه. يعمل جميع الاجتماعات وفقا لمنطقتها الزمنية المحلية بس، حسب زمانها هي، والباقي مع نفسهم. ماشي. تجنب استخدام مكالمة التليفون لتقليل استهلاك النطاق الترددي. النطاق الترددي دي تعمل لك خلل في العصب الخامس عندك يعني، عشان تفهم النطاق الترددي. حتى لو ادى ذلك انخفاض جودة، يعني هي بتقول لك توفر يعني. ما تتكلموش مكالمات فيديو عشان النت، عشان احنا شغالين على الراوتر. التركيز على انجاز المهام بشكل فردي، برضو 3 غلط. انتوا جاوبتوا اول واحدة، ايوه صح كده. غير اقرب للاجابة طبعا هي ايه احسن. بس يا سيدي، خلينا نقف هنا. أنا طبعا يعني هنحاول نثبتها إن شاء الله، ونحاول نزود الكلام ده جرعة شوية، سواء بقى عربي أو إنجليزي. هنحاول نفلكتويت ونتكلم في مواضيع في المانجمنت. هو الهدف من دوت إن إحنا بعد الكورس، أو حتى لو عايز تاخد الكورس فتشوف الموضوع بشكل كويس يعجبك يعني. تمام. بس انا عملت صفحه فيسبوك جديده برضو، هحط عليها بقى فيديوهات وريلز وكده. خليني ابعت لك اللينك بتاعها في الجروب لو تعمل لها فولو يعني.
بننزل عليها فيديوهات وريلز وحاجات خاصة زي ما احنا بنعمل كده يعني. وهنطلع عليها لايف، بحيث لو هنبدل بقى زوم بقى برضو في ليميتيشن كتيرة، فهنخليها على فيسبوك بعد كده إن شاء الله. بس أنا كده خلصت. لو حد عنده سؤال يتفضل قبل ما نقفل. مساء الخير، عامل ايه يا باشمهندس؟ وحشنا كتير. حبيبي شون جورج، معاك حبيبي. جورج. أخبارك إيه يا شون جورج؟ تمام. اهو والله مطحونين. المفروض دخلت في دبلومه سبلاي تشين كمان، والحمد لله راح امتحن يوم الجمعه، طب وبحضر يلا. ماستر دلوقتي. MBA. لا، برضه في السبلاي تشين. طب يلا توفيق. وعايز اخش امتحن البي ام بي بقى. إمتى؟ انت حفزتني جدا على موضوع العربي دوت، هيسهل لنا حاجات كتير جدا. وحته الاكسبريشنز زي الاجايل والدنيا دي محتاجين اركز فيها. محتاج اخش احل اسئله كتير جدا بالعربي، فايه المواقع اللي حضرتك شايفها تقدر تفيدنا في الموضوع ده؟ تمام. دي نقطه. النقطه التانيه، الشهاده بتطلع هل بيبقى فرق العربي عن الانجليزي ولا؟ لا لا، الشهادة ما بتفرقش أي حاجة. ال- والمكان، المكان بيبقى فين؟ المكان. اه، اللي المكان نقدر في نمتحن فيه. في الAUC في التجمع الخامس، وفي 6 أكتوبر. أظن جامعة في 6 أكتوبر، مش عارف جامعة إيه. والامتحان عامل كام دلوقتي؟ كام إيه فلوس؟ اه. حوالي 400. طيب، حوالي. حلو جدا. السؤال الأولاني بقى اللي أنت برضه قلته الناس خالص، أنا نسيته. قول لي كده أول سؤال خالص. في مصادر عربي، أنا مش لاقي بصراحة. يعني أنا دولت عشان أجيبهم وابتدي أشتغل عليهم، عامل فيهم تعديلات كتيرة يعني. لكن أنا بعمل يعني على. انا عندي موقع يعني شغال فيه دلوقتي في الفينشنج يعني. بتاع امتحانات، موقع امتحانات. وبحمل عليه اسئله يعني عربي، بس انا لسه ما خلصتهاش. وانس ان هي تبقى يعني جاهزه ان لما شاء الله هقول لك عليه. لما كنا مع حضرتك في الكورس قبل كده، كانت الأسئلة الإنجليش مختلفة تمام الاختلاف عن العربي اللي أنا شايفه دلوقتي. العربي اللي أنا شايفه دلوقتي يعني هي محتاجة واحد عنده سنس والدنيا، هيحلها بسهولة جدا، عكس بس هو الإنجليش. برضه. الإنجليش كانت إجابات قريبة. بس انا قلت لك ان انا النهارده جايب اسئله نوعا ما سهل. انا قاصد ده، اللي هو البدايه بس. فاهم؟ تمام. عشان ما يبقاش خبطتين في الراس. لكن حتى الاسئله الصعبه اللي انا شفتها، القليله للاسف، اسئله قليله اللي شفتها بالعربي سهله. حتى يبدو ان هي صعبه، بس هي سهله. سهله يعني، فاهم؟ لا، هي سهلة حتى، والاختيارات رايحة في اتجاه واحد، يعني تقدر تختار الاختيار وأنت مستريح، ما فيهوش تلاعب ألفاظ ولا اكسبريشنز نفسها تخليك تقلق في الاختيار ما بين الإجابة مثلا ألف وب. فلا، اه ده اه فيها اه مرونة والدنيا. وهيبان قدام اكتر حاجات ان شاء الله، هتلاقيها برضو ليفلز مختلفه. احاول ان انا اجيبها بحيث يبقى عندنا اكتر من تصور ان شاء الله. اخر حاجه بقى، اخر حاجه، هيبقوا برضو بنفس التايم بتاع الاربع ساعات كل وعدد حاجه. الاسئله والدنيا. كل حاجه. كل حاجه. تمام. كانه امتحان انجليزي بالظبط. تمام. ماشي. اوكي ماشي. طيب خلاص. انا لو حد عنده سؤال تاني يبعت لي على الواتساب، وبشكركم جدا. ونتقابل ان شاء الله يوم الاثنين الجاي ان شاء الله باذن الله. ماشي. يلا، السلام عليكم. الف وابعت شكر. لي لينك الصفحه بقى على الشات. ماشي. السلام عليكم.